بدأت المعركة الحقيقية ووصلنا لنص النهائي كلاسيكو دوري الأبطال، والمباراة الثابتة تقريبا واللي بتيجي كل فترة كده تنعنش علينا. مباراة قوية جدا بين عملاق القارة الأول وأحد عمالقة القارة الكبار، الأهلي والترجي التونسي. وزي ما احنا متعودين دايما في دوري أبطال أفريقيا اللي بيجي في سكتنا بنفصصه مع بعض وبديلك منه كل المعلومات اللي أقدر أديها لك، زي نقاط القوة ونقاط الضعف وأميز اللاعبين وإزاي الأهلي يقدر يتعامل معاه. معاكم أحمد السباعي من نص الملعب، والنهارده هنتكلم عن مباراة الأهلي والترجي التونسي. الأهلي والترجي اتقابلوا في بطولات أفريقيا من 2012 لحد النهارده 12 مرة كاملة. فاز الاهلي في 8 منهم 5 في رادس، والترجي فاز في ماتش واحد حسم بيه دوري ابطال افريقيا سنه 2018. وزي ما احنا متعودين مع بعض بنسيبنا من التاريخ ونتكلم على ارقامنا بتاعه النهارده، فيلا بينا. عشان نفضل ولاد النهارده عايز اقول لك ان الترجي التونسي بنسبه 99.9% هيلعب مباراه الذهاب في تونس بدون حضور جماهيري، وده بسبب الشغب الجماهيري اللي عمله جمهور الترجي في مباراه شبيبه القبائل اللي نتج عنها عقوبه من الاتحاد الافريقي 4 ماتشات بدون جماهير، منهم ماتشين مع ايقاف التنفيذ. يعني من الاخر اول مباراه في العقوبه هتكون مباراه الاهلي. قبل ما نبدا في الكلام الكبير والحتت الفنيه والجمال كله، عايزين نتكلم الاول عن تصريح خالد القربي اللاعب التونسي السابق اللي فتح صدره علينا على احد القنوات التونسيه وقال لك: انا لا اخشى ابدا مواجهه الاهلي، انا ممكن اخاف من صن داونز فريق كبير لكن الاهلي فريق عادي. وهنا انا مش هرد عليه، انا هجيب له صحفي في نفس القناه وفي برنامج تاني، بس الحدث ساعتها كان مختلف. لما سالوا نبيل معلول قبل قرعه دور الثمانيه تخاف تقابل مين، قال لهم ما خافش اقابل حد غير سيمبا التنزاني بسبب بعد المسافه. وطبعا كلنا عارفين ساعتها ان الاهلي كان صاعد في المركز الثاني والترجي في المركز الاول، فنبيل معلول يعني حب يتفادى التصريح بخبره السنين. ولكن شاكر الكنزاني الصحفي اللي بقول لك عليه بقى واللي عايز اجيب لك تصريحه ما عجبوش خالص التصريح ده، وعلق عليه قال بكل بساطه ووضوح: انا ما احبش ابدا ان فريق تونسي يقابل الاهلي في دور الثمانيه، اما سيمبا فما عنديش فيه اي مشكله، ومع احترامي لراي نبيل معلول انا مستعد اخد الترجي واسافر 5000 ساعه لتنزانيا، بس ما سافرش ساعتين لاستاد القاهره. وكمل تصريحه وقال: حد يقول لي الاهلي ضعيف السنه دي لان انا من ايام ابو تريكه، وانتوا كل سنه بتقولوا لي الاهلي السنه دي غير السنه اللي فاتت. الترجي بقياده المخضرم نبيل معلول، واللي مفيش مصري او اهلاوي ما يعرفوش القيمه التسويقيه لفريق الترجي 19 مليون يورو، في المقابل طبعا كلنا عارفين ان القيمه التسويقيه للاهلي 30 مليون يورو. ويلا بينا طبعا نبدا كالعاده ونروح للدوري التونسي ونشوف الترجي وضعه ايه في الجدول. فاحب اقول لك بس معلومه صغيره قبل ما نبدا. الدوري التونسي كان مقسم لمرحلتين، المرحله الاولى هي عباره عن مجموعتين، كل مجموعه فيها 14 فريق، بعد كده بياخدوا اول 4 فرق من كل مجموعه يكونوا مجموعه تانية من 8 فرق عشان يلعبوا مرحله البلاي اوف. فالترجي في المرحله الاولى احتل صداره مجموعته، ولكن بعد مرور 5 جولات كامله في البلاي اوف الترجي موجود في المركز الرابع. اما بقى عن دوري الابطال فالترجي كان متصدر مجموعته، واللي كانت مكونه من شباب بلوزداد واللي احتل برضه المركز الثاني بعده، والزمالك والمريخ السوداني. لكنه كان اسوأ متصدر في كل المجموعات لانه صعد ب 11 نقطه وسجل 6 اهداف فقط من ال6 ماتشات، وسكن مرماه 4 اهداف. وبعد مروره من دور الثمانيه اصبح مسجل 8 اهداف وسكن مرماه 5 اهداف. ولو جيت بقى نقارنه بالاهلي هتلاقي حاجه تانية خالص. فالاهلي يا سيدي الفاضل مسجل 16 هدف ودخل مرماه 8 اهداف، منهم 7 من فريق واحد اللي هو صن داونز. يعني بكل بساطه كل الفرق اللي قابلت الاهلي في دوري الابطال حتى الان محدش فيهم قدر يسجل فيه غير هدف واحد فقط من 6 ماتشات، 2 مع الهلال و2 مع القطن و2 مع الرجاء. وعلى الناحيه الهجوميه الاهلي قلت لك مسجل 16 هدف، يعني ضعف عدد الاهداف اللي مسجلها الترجي. فمن الاخر هجوم الترجي فقير جدا مقارنه بدفاعه المتماسك الى حد ما. وهقول لك السبب بقى لما نروح لنقاط القوه، ولكن كفروق في جوده اللعيبه فكل الفروق في صالح الاهلي، ككواليتي لعيبه او كتيم او حتى كطرق لعب. فالحاله الفنيه للترجي السنه دي لا تعكس ابدا اي حاجه من تاريخه. ويلا بينا بقى مع بعض نشوف نقاط القوه واميز اللاعبين. وهبدأ معاك بحمدو الهوني، واللي هو أقوى وينج تقريبا في الترجي، وقيمته التسويقية 1.2 مليون يورو، الليبي الدولي. لعيب مهاري طبعا وكلنا في مصر عارفينه، وعنده حلول كتير قوي في الوينج، بيعرف يسدد وبيعرف يخترق. ومن يوم ما طلع من جيب أكرم توفيق في آخر مرة السنة اللي فاتت لما خدناهم رايح جاي وهو عامل قلق جامد قوي، واللي يعني في تصريحات كبيرة وواضحة بتقول ان هو مش هيلعب المباراة ومصاب لمدة 3 أسابيع، لكن صدقني لا تأمن أبدا مكر الشمال. تاني لاعب معانا بقى هو ده اللي عليه الرمق، محمد علي بن رمضان، لاعب نص الملعب اللي بيلعب في مركز 8 زي السولية كده،
وهو البديل الشرعي للسولية، واتمنى يعني وتقريبا يعني هو اللعيب الوحيد اللي يملى عينك في كل فريق الترجي، لانه حرفيا عنده حلول كتير، بيعرف يدور الكوره، بيتحكم في رتم الفريق، عنده لمسه سحريه، عنده الطريقه اللي يقدر يعمل بيها اسيست مفاجئ، عنده الريسكي باص اللي بيعمله في اي وقت. فلو يعني حابين نخنقهم في عيشتهم فحد يقف له والدنيا هتمشي زي الفل. اللاعب الثالث بقى هو ياسين مرياح قلب الدفاع، ومش بقول لك يعني ان هو مميز علشان بيعرف يدافع، هو طبعا مدافع كويس وكل حاجه، لكن عنده بدايه الهجمه. الاتنين قلبين الدفاع اكتر اتنين لعيبه بيلمسوا الكوره في الفريق كله، بالتالي هما اللي بيبنوا الهجمه. لو جبت الاحصائيه بتاعت ماتش الترجي التونسي مع شبيبه القبائل في الجزائر هتلاقي ان ياسين مرياح استلم الكوره 108 مره، وهو اكتر لاعب استلم كوره في الفريقين. بالتالي يعني بيتحكم في اداء الفريق برضه، وبيتحكم في خروج الكوره، وبيخرج بالكوره بشكل كويس، ومميز في الكرات الطوليه، وبرضه قلب الدفاع التاني معاه. فلعيب كبير جدا وتقيل جدا ودولي، وقيمته التسويقيه 2 مليون يورو. تخيل يعني لما يكون عندك مدافع قيمته التسويقيه كبيره كده زيه زي محمد عبد المنعم تقريبا عندنا، بسم الله ما شاء الله عليه. فمدافع قوي جدا ومتحكم في بناء اللعب في فريقه، ومعاه برضه السنتر باك تاني. فلو حابب تريح دماغك منه لازم حد من الوينجات يساعد راس الحربة في الضغط، بس برضه ما ينفعش الاثنين يضغطوا عشان يستخلصوا الكوره، لا هم يضغطوا عشان يضيقوا مساحات التمرير ويمنعوا الطوليه اللي تتلعب في ظهر دفاعاتنا لو هنلعب عليهم دفاع متقدم. واللي يعني ما اعتقدش ان احنا هنعمل كده في تونس حتى لو المدرج فاضي، ولكن يعني دي طريقه لو اتبعناها هنقفل عليهم شويه. اما بقى عن بقيه نقاط القوه فعايز اقول لك اول حاجه فيها هي الضربات الثابته، ثم الضربات الثابته، ثم الضربات الثابته. الفريق ده بيعتمد بشكل كبير جدا على اي ضربه ثابته معديه من اي حته، كورنر ماشي، فاول ماشي، فاول جانبي ماشي، اي ضربه ثابته بتجيلهم بيعرفوا يستغلوها بشكل كويس جدا. فلازم تركز وتقف صح جدا في الضربات الثابته. الحاجه الثانيه هي زي ما قلت لك الكرات الطوليه من ياسين مرياح وتوجاي، والاثنين بيلعبوا الكوره بمنتهى الدقه خلف الدفاعات. فعايز اقول لك ان دي نقطه قوه ما تستهينش ابدا بيها، وما تقولش عليها كرة قديمة ولا حاجة او لعب قديم من بتاع زمان، لان ببساطة ده احد حلول اللعبة وماشية معاهم كويس. نقطة القوة الاخيرة اللي عايز اقول لك عليها هي بقى ان رغم وجود نبيل معلول كمدرب للفريق، ونبيل معلول طبعا كلنا عارفين ان هو مدرب كبير جدا ومخضرم جدا وحافظ القاره شبر شبر، ولكن يعني ما بيقدرش يوجد حلول بالفريق ده، وده لان القماشه اللي في ايده مش احسن حاجه. فاغلب حلول الفريق دايما بتلاقيها حلول فرديه من احد لاعبي خط الوسط، وبالاخص يعني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان اللي هم اصلا لمساتهم سحريه. فبالتالي يعني لازم تخلي بالك من الناس دي كويس قوي، لان هم دول اللي بيفرقوا قوي في الفريق. لكن الفريق كله ما عندوش الحلول الكتير اللي بيقدر يعملها مثلا في تريكات لخلق المساحات في دفاع الخصم، او مثلا تويستات تتعمل كده على الطرف، او حاجات مختلفه في الكوره. كلها لعب تقليدي وكله لعب مفهوم، بس المهم انك تقدر تقف قصاده. ويلا بينا بقى للجزء الثاني وهو نقاط الضعف. مش ناسي حاجه؟ لا بجد والله مش ناسي حاجه. يعني سايب اخوك عمال يكاكي من اول الفيديو، مش قادر تنزل تعمل سبسكرايب للقناه وتخبط لايك. اما بقى عن اهم نقاط ضعف الترجي، واول حاجه لازم اقولها لك المعز بن شرفيه. حارس مخضرم طبعا وعلى عيني وعلى راسي، بس بكل بساطه بقى عنده عيوب كبيره جدا نتيجه انه بيلعب بقاله فتره كبيره جدا. ده من 2012 يا مؤمن، ده من ايام ابو تريكه وهو لسه واقف حارس مرمى للترجي. وانا هنا مش هقول لك رايي، انا هقول لك بس كام كارثه كده من اللي عملهم الكام يوم اللي فاتوا. فعايز اقول لك مثلا ان في ماتش الترجي مع الصفاقسي حسام البدري واللي الترجي خسر 1-0 في مرحله البلاي اوف من كام يوم، المعز بن شرفيه يتحمل تقريبا 80% من الهدف اللي دخل بعد ما جري في حته والكره راحت في حته لمجرد ان هي غيرت اتجاهها سنه صغيره خالص. وقبل الهدف ب5 دقايق كده تقريبا طلع مسك ركنيه كانت سهله جدا وسابها ونزل على الارض. وبعد ما فريقه بدا يدخل في الماتش وبيحاول يعوض، فجاه وهو بيستلم الكوره من احد قلبي الدفاع كان هيورط الفريق والكره طولت منه وكانت هتتقطع، بس وهي بتتقطع قدر يلحقها والحمد لله قدر يبظيها للخصم، والكره رجعت تاني وارتدت، كانت انفراد كامل وكان هيضيع الماتش اللي هو اصلا مضيعه من الشوط الاول. وحتى في ماتش الزمالك في برج العرب برده كان في واحده، بس دي بصراحه ما يتحملهاش كلها لان هي رجعت صعبه جدا من المدافع وما قدرش يلحقها لانه ببساطه على الارض وحش جدا، ما بيعرفش يلعب برجليه. فيعني لو حابب تضغط من قدام اضغط على بن شرفيه وبلاش تضغط على قلوب الدفاع. وزي برضو ما قلبين الدفاع ممتازين جدا في نقل الكرة، عندهم برضو مشكله ان سرعتهم بطيئه في الارتداد، فبالتالي الهجمات المرتده كلها عليهم بتبقى صعبه. فاكر ماتش بيراميدز؟ فبالتالي لو في شويه مساحات في ظهرهم واتلعبت في ظهرهم اكتر من كوره هيبقوا نسخه من احمد سامي وعلي جبر في ماتش بيراميدز، وهتقدر تورطهم في انفرادات كتير. بس يا رب يعني لما ننفرد
ما نضيعش زي ما ضيعنا في ماتش بيراميدز. واعتقد يعني العيب ده ممكن تستغله في رادس اكتر من القاهره، ولان الدفاع دايما مش عباره عن قلبين دفاع ولكن منظومه متكامله، فمنظومه الترجي الدفاعيه فيها كام مشكله كده وابرزهم اتنين. المشكله الاولى هي خلو المنطقه اللي قدام منطقه ال 18، نفس المشكله اللي كانت عند الرجاء واللي قلت لك عليها، واللي تقدر تستغلها زي ما استغلتها في ماتش الرجاء عن طريق بيرسي تاو لما عمل اسيست لحمدي فتحي بتاع الهدف الثاني. تقدر برضو تستغلها سواء في التسديد او ان حد من صناع اللعب او الوينجات بتوعك يسقط في الحته دي ويبدا يوزع الكوره ويعمل طبعا اسيستات. اللقطه دي مثلا من ماتش الزمالك والهدف الاول اللي سجله الزمالك، اول ما زيزو قرر ان هو يقف ويلف ويرجع لورا، طبعا بعد ما اللاعب اتبعت، سيبك من اللي اتبعت ده ولحس النجيله، اول ما زيزو رفع وشه بص كده في كام لاعب من الزمالك موجودين على حدود ال 18 بل وجوه ال 18 كمان، وفي كام لاعب من دفاع الترجي موجودين جوه المرمى. هتلاقي موجود جوه منطقه ال 18 7 لعيبه من الترجي، فزيزو قرر فعلا انه يديها لحد من الثلاثه دول واللي سجلها ببساطه. وبرده اللقطه دي من ماتش الصفاقسي اللي اتغلبوا فيه اللي قلت لك عليه، بص كده هتلاقي هم السبعه لعيبه موجودين في محيط الكوره، كلهم موجودين في كل الاماكن الا المكان اللي قلت لك عليه اللي هو قدام ال 18. وشوف بقى الراجل اللي رافع ايده وبيشاور ده وفضل يدخل جوه ال 18 لدرجه ان هو كان واقف لوحده جوه ال6 ياردة والكره اترفعت له على دماغه لوحده تماما، بس هو ضيعها. غلطتين تانيين مش متكررين لكنهم حصلوا. اللقطه الاولانيه بتاعه الكره الطوليه اللي اتلعبت في ظهر مرياح واللي خلت الجزيري ببساطه جدا يلبس ياسين مرياح ضربه جزاء، وده كان في ماتش الزمالك في برج العرب. اللقطه الثانيه هي سوء التمركز اللي حصل منهم في اللحظات الاخيره في الدقيقه 85 من ماتشهم مع شبيبه القبائل، ولو بصيت كده جوه المنطقه هتلاقي كل الفريق فقد تركيزه، فلما الكره اتشاطت ورجعت واصبح ان في فرصه للفولو اب من رؤوس الحربه، فجاه تلاقي 3 مهاجمين موجودين في منطقه الجزاء لوحدهم تماما، لان الكره في اخر 5 دقائق وكان واضح جدا فيها سوء التركيز. فده سببه حاجه من اتنين، يا اما تركيزهم بيفقد لان هم حسوا ان الماتش قرب يخلص وخلاص هم كده كده صاعدين، يا اما الحل التاني ان حالتهم البدنيه ما سمحتش باكتر من كده. وارجع تاني واقول لك الكلمتين اللي انت حافظهم وانا حافظهم وكلنا عارفينهم، ان كل فرق العالم فيها نقاط ضعف، وكل فرق العالم عندها محللين اداء برضو يقدروا يقولوا لك فين نقاط الضعف دي. فخلاص ما بقتش الشطاره انك تعرف نقاط الضعف، ولكن الشطاره هي انك تقدر تستغل نقاط الضعف دي في انك تعمل تريكات او تستخدمها في اوقات مناسبه. فصياعه المدربين هي بكل بساطه انك تعمل لفت الانتباه على الجانب الاخر من النهر عشان انفذ خدعتي تحت رجليك من غير ما تاخد بالك. محنك صح؟ وجينا بقى للتشكيل المتوقع للفريقين واللي محطوط قدامك دلوقتي على الشاشه. وحتى الوقت اللي بصور فيه الحلقه دي الحمد لله الفريق كله ما فيهوش اصابات والفريق كله في حاله بدنيه كويسه جدا، ربنا يا رب يكملها على خير. بسم الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب يا رب ان شاء الله نقدر نستغل نقاط الضعف دي، يا رب الفريق يكون في حاله كويسه، ويا رب برضو كولر يكون مركز وصاحي، مش محتاج غير توفيق ربنا عشان تكسب هناك في رادس. وان شاء الله في العوده لنا عوده ولينا كلام تاني خالص مع بعض. استاد القاهره ان شاء الله يا رب يتحل ازمه الجمهور، والاقي ان المدرج مليان وكل ادوات التشجيع موجوده والنتيجه تبقى احسن حاجه والكل مرضي. سلام عليكم.